اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات مطبخ سوما. النهارده بقى خلصنا لحمه العيد والكفته واللحمه الضاني والمشويه. تعالوا بقى نخش على حاجات جديده بقى. تعالوا نعمل معاه بقى المره دي بلح البحر. انا الحقيقه اول مره اعمله، بس او انا ما باكلهوش، بس يلا نعمله. اول حاجه هنغسله كده كويس عشان بيكون فيه رمله، يعني تحطي فيه ميه وتنزليه كذا مره عشان بيبقى جواه رمله. وفي حاجات كده بتبقى من فوق عليه برضو، تكحتيها كده بسكينه او بضوافرك هتطلع على طول. وبعد كده هنسيبه في الميه وهنعصر عليه ليمونه كده، وهنسيبه مده عشان برضو لو في اي زفاره ولا اي حاجه. وهننقعه شويه لغايه لما نروح نعمل الخلطه اللي هنشوحه فيها. هو سهل وبسيط. مكعب زبدة، وهنزل معاه بمعلقتين كبار زيت، وهننزل بقى ببصلاية مفرومة ناعم، وكمان معلقة توم كبيرة، يتشوحوا مع بعض لغاية لما نشم ريحة التوم كده يتشوح. هننزل بباقي المكونات. هننزل بقى بآخر حاجة معايا الفلفل الألوان. عايزينه بقى سبايسي ممكن نحط فلفل سبايسي، انا حطيت فلفل رومي عادي. نقطع كده صغير مع بعض. هو الصراحة بلح البحر ليه كذا طريقة، يعني احنا قلنا نجرب الطريقة دي. في ناس مش بيحطوا له فلفل ولا طماطم. دي اخر حاجة حطيتها طماطمية برضو متقطعة صغير قوي. هيتشوحوا كلهم كده مع بعض، وبعد كده هننزل ببلح البحر. مش عارفة بتسموه ايه في كل بلد، بس ده المسمى الوحيد اللي اعرفه. انتوا عندكم بتسموه ايه؟ ممكن تقولولي في الكومنتات. هنشوحهم كده مع بعض شوية. هننزل بقى ببق يعني صغنن كده مية سخنة كده بحيث يتحركوا شوية كده، وهنغطي عليه بقى وهنسيبه يستوي مع نفسه. هو ما بياخدش وقت. وهغطي لما هيستوي هتلاقيه فتح معاكي كده زي ما انتوا شايفين. نسينا نحط التوابل، ملح وفلفل وكمون بس كده مش اكتر. فلفل. هنقلبهم تقليبة وبعد كده نسيبهم دقيقة ولا دقيقتين وبس. بعد كده بيكون استوى معايا. كده يكون خلص معايا. بعد ما تقفلي عليه بقى رشة بقدونس أخيرة وتقليبة وتكون الحلقة خلصت. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.